ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع جماعه معاكم سلسله المدرب الاهلي المصري، كل الاسطوره. مثلا لما تكون المدرب الاهلي المصري هتعمل ايه مكانه؟ انه اكتب في كومنتات. مباراة الاهلي ضد السيراميكا انا ورايا عندي جولات كتيره قوي، وان شاء الله الجولات دي احنا هنلعبها في الاجزاء الجايه باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صل على سيدنا محمد على اله وصحبه اجمعين. وطبعا يا جماعه مباراه طبعا يعني مباراه مصر، الاهلي والسيراميكا كليوباترا. طبعا احنا اول ماتش كسبنا على اول ماتش كسبنا، خسرنا من سيراميكا كليوباترا. تاني ماتش خسرنا من سيراميكا برضو. تاني ماتش كسبنا حلو، تالت ماتش كسبنا. المره دي لازم نكسب يا جماعه النهارده، هنشوف. طبعا يا جماعه بدايه الاحداث ده الزمالك والاهلي في الصداره دلوقتي. وطبعا يا جماعه انتوا هتشوفوا بنفسكم سيراميكا كليوباترا سجل للاسف جول. اوكي، للاسف حاجه وحشه جدا جدا، فلازم نرجع. وجبنا طبعا لاعب استرالي، وان شاء الله هنجيب لاعبين كتيره جدا جدا، يعني لاعبين عبيطه شويه لان انا محتاج كده. تمام. الاهلي مسجل التعادل، حلو دايم حلو حلو حلو. وبس كده، الحمد لله ان احنا تعادلنا يعني. وبيراميدز كسبان 6-2 على لا مش عايزين. يلا تجديد. ايه النهارده يا جماعه؟ احنا في الصداره وكسبنا كاس مصر، اللي هو ان شاء الله ممكن الجزء التاني بقى. والخبر الوحش كمان ان احنا طلعنا من كاس العالم وخرجنا من الدور المجموعات كاس افريقيا. ولكن خلينا في المهم يا باشا. تعال نخش بقى على المباراه بتاعتنا. مباراه هو الاهلي ضد الجونه، 2 اكتوبر 2027. طبعا يا جماعه هنعمل التكتيك بتاعتنا 4-4-2، وخليها 4-4-3 تاني كده. حلو. نشوف بقى الماتش عامل ايه. الجونه جاب جول واحنا تعادلنا بالسرعه، وكده جبنا التالت 3-1 للاهلي. ماتش هتكون جامد جدا، ان شاء الله هناخد الدوري المصري وكاس مصر. كاس مصر ان شاء الله هنكسبه. وكسبناه طبعا قبل ما اعمل الفيديو ده، او قبل ما اعمل السلسله. الاهلي جاب الرابع، حلو. الاهلي جاب الخامس، اوكي. الاهلي جاب الخامس. الاهلي كده ينهي المباراة بنتيجة 5-1. كمان جايب لي عرض ان ماك اليستر يعمل ايه، انا معرفش، بس انا عملت اقدم عرضا راح برنتفورد. انا مالي يا عم، امال انا مالي؟ طب يا جماعة عندنا ماتش التالي هو مباراة مصر الاهلي يقصد وانبي. هو انا اللي عمال اقول مصر عشان من كتر احنا صعدنا كاس العالم. وان شاء الله قريبا يا جماعه ممكن يبقى في كاس العالم في شهر اول يونيو يعني. شوف كده، نروح بقى ايه يعني نروح كده ايه على الموسم الجاي. الموسم الجاي نخش كاس العالم وهوريها لكم بعيون. احنا هنلعب ضد انبي، وعملنا ايه؟ عملنا ايه؟ كسبنا وكسبنا وكسبنا وكسبنا. المره دي لازم نكسب يا رجاله. الاهلي جاب الجول الاول من وسام ابو علي. جبت وسام ابو علي من كولومبوس كرو، قالوا ماشي احنا موافقين. فبفكر اجيب لاعب تاني من فلسطين. اوكي، فاحنا هنجيب لاعبين فلسطين ولكن 3 فقط. ماشي. خلص الشوط الاول بنتيجة 1-0. احنا يعني ان شاء الله هنكسب الدوري المصري. وكمان ان شاء الله ممكن اعمل شرح ازاي تعمل الشعار الانديه، وازاي اصلا تحمل اللعبه دي، وازاي تعمل مباريات بيها هكذا، وازاي تخش الدوري المصري بقى. احنا كده كسبنا 1-0، حلو. كده الاهلي على المركز الاول ب74 نقط، بيراميدز على المركز الثاني، يعني بيراميدز ورانا 65 نقط، سيراميكا 58 نقط، والمصري 58 نقط برضو نفس الكلام. نادي زد اف سي 53 نقط، البنك الاهلي 53 نقط، الزمالك للاسف 47 نقط. احنا هنقابل الاسماعيلي 16 اكتوبر 2027. يلا بينا. اول حاجه هنقابل مين؟ ضربة جزاء لوسام ابو علي. ضربة جزاء ان شاء الله ضربة الجزاء دي تنجح في هذه المباراة، الاهلي ضد الاسماعيلي. ووسام ابو علي يسجل هدف ارتداد، ويبقى نتيجة 1-0 مباشرة. وطبعا يا جماعة الاهلي ضد الاسماعيلي، وبسم الله ان شاء الله الاهلي هيكسب الدوري، وده هينحقق حلمنا. كده هيبقى معايا 2 دوري مصري، عشان انا اخدت الدوري المصري قبل ما اعمل السلسله. بص كده يا جماعه. بس كده بعد الماتش، ايوه حسين الشحات جاب جول يا جماعه. في واحد مصاب فنزل كريم فؤاد، فيلا بينا. وطبعا يا جماعه رسميا النتيجه تنتهي 2-0. ايه ده؟ كرة الذهبية وسام ابو علي. وسام ابو علي يا جماعة. رافينيا. اوكي. لا بس يا رب يا جماعة وسام ابو علي يبقى ياخد بلندور.
بس صباح الفل والساي وسام ابو علي يخش البالون دور. عرض النتائج: افضل لاعب اوه ماي جاد، حلو كده. ومروان عطية خد البالون دور يا جماعه. للاسف انت خدت ايه؟ انت خدت البالون دور افضل شاب لاعب، يعني افضل لاعب يا جماعه في النادي الاهلي، واسترالي كمان. فيا جماعه احنا هنجيب لاعبين تاني اوكي ان شاء الله الجزء الجاي، بس هنعمل اخر مباراه ونبدا وانتظرونا الجزء التاني بعد الماتش الاهلي والمصري ان شاء الله. ماتش الاهلي والمصري. وهقفل الفيديو دلوقتي. شوبير جاب جول في نفسه، الله يخرب بيتك يا شوبير، الله يخرب بيتك. احنا على المركز الاول مش في المركز الثالث، يعني احنا جبنا التعادل. تريزيجيه جاب الجول. شوبير حلو بس يعني هو بيجيب جول في نفسه، بس بقى في الحقيقه لا، مش عارف، المحاكي كده غريب جدا. بس يلا الاهلي اشرف داري جاب جول، يا رب بقى تيجي، يا رب اشرف داري يجي بقى، يا رب اشرف الداري يجي، عشان هو اشرف داري دلوقتي في نادي كالمر السويدي، معرفش بيعمل ايه اصلا. وطبعا يا جماعه رسميا الاهلي وكده احنا فزنا، الاهلي 3 والمصري 1. ان شاء الله الجزء الجاي هنقابل المقاولين العرب، وهنقابل مين تاني، حس الحدود، وهنقابل بيراميدز والزمالك، كل ده ان شاء الله يعني في شهر نوفمبر واكتوبر. الجزء التاني، الجزء التالت والاخير اللي هو طبعا ده وده وعندنا مباراة ودية ضد الزمالك، وعندنا مباراة ودية ضد لوتون تاون الانجلترا او الانجليزي. وبس كده، سلام يا جماعة، اتمنى يعجبكم السلسلة دي.